ولازم اخش الاي تي اي عشان اشتغل؟ الاجابه طبعا لا. بس للاسف الاي تي اي من وجهه نظري دلوقتي بتضر الطلبه اكتر ما بقت بتساعدهم. ليه؟ لان كل سنه وليكن مثلا بيقدم 50,000 طالب، بيتقبل منهم مثلا 5000 او 6000 واحد، انا مش عارف النسبه بالظبط، بس الواقع ان كل سنه بيقدم ناس كتير وبيتقبل منهم نسبه صغيره. وكمان بيبقى لازم عندك يعني سكيلز معينه وعندك فاهم اصلا التراك قبل ما تخشه، لدرجه ان انا لو عارف الحاجات اللي بتسأل فيها في الانترفيو هحتاج اصلا الاي تي اي ليه. فاللي بيخش الاي تي اي ده حرفيا بيتنقع على الفرازه، وبعد كده بيطلع حاجه طبعا جامده جدا. فالاتش ارز بقى بيعملوا ايه؟ بدل ما يفضلوا بقى يدوروا على ناس وناس مذاكره او ناس مش مذاكره وبتاع، فبيريحوا دماغهم وبيشوفوا خارجين الاي تي اي على طول. فدي فعلا عملت مشكله للناس. طيب ازاي ان انت بقى تقدر ان انت تعدل الموضوع ده؟ تعدل الموضوع ده بانك فعلا تلتزم وتذاكر التراك بتاعك كويس وتكون فاهم فيه، بحيث انت لما تتخرج ما تضطرش بقى ان انت تدور على اي تي اي او غيره عشان تروح بقى تتعلم وبعد كده تلاقي شغل. هديك مثال، لو انت مثلا كتبت في السي في بتاعك ان انت خريج اي تي اي وزورت لك شهاده، انا مش بقول لك تعمل كده، انا بديك مثال بس، وبعد كده رحت قدمت في الشغل واتقبلت وبعد كده اثبتت ان انت اجمد من اي حد خريج اي تي اي، انت ساعتها هل فعلا هتكون محتاجها؟ الاجابه لا. انت اشتغلت على نفسك وفعلا اثبتت ان انت شاطر وتستحق الشغل ده، وبينك وبين نفسك انت عارف ان انت مش خريج اي تي اي، بس انت اشتغلت على نفسك وفعلا اثبتت ان انت تستحق الشغل ده. فانت عشان تشتغل مش لازم تكون خالص خريج اي تي اي، انت يكفيك بس ان انت تكون شاطر في المجال بتاعك وبعد كده هيجي لك الشغل. للاسف الاتش ارز هم اللي عملوا الفجوه دي، ان الاي تي اي اتحولت منها حاجه كانت بتنفع الطلبه لحاجه بقت بتضرهم.